كراويه في ايه؟ واخداني من ايدي على مشامي وقافله باب الاوضه. هو انت ليه عايز تضيع روحك وتضيعني معاك يا فهد؟ يبقى ابوك عوض حكالك. وانت كمان مش عايزه يحكي لي؟ انت عارفه كويس قوي ان انا عايش طول عمري مستني اليوم اللي اخد فيه طار ابوكي من توفيق وعم غلاب. ما خلاص يا فهد، خلاص ما اللي فات مات، انا خايفه عليك ومش عايزه اخسرك. وايه اللي خلاص يا بنت ابويا؟ جرالك ايه يا بنت حماد؟ نسيت خناقنا مع كلاب الشوارع تحت الكباري عشان بس نعرف ننام كام ساعه؟ اوعي عشت كده في مصر تنسيكي اصلنا ان احنا صعايده ودمنا حامي وما نسيبش حقنا. ولو انت نسيتي ومصحف ربنا انا ما هنسى، قلبي وعقلي لسه فاكرين، وحق ابويا مش هسيبه. انا لحد دلوقتي ما خدتش عايز ابوكي وامك واخوكي. ما احنا رحنا مره واثنين وثلاثه، زمان وصلنا لايه؟ ولا حاجه. ولا نسيت منظر الحرس والغفر كان عامل ازاي قدام السرايا. اسمع يا فهد، انا هموت لو جرالك حاجه. انت ما تعرفش ان دقت المر ازاي وانت مسجون. ايه يا اولاد، سكم جايب لاخر الشارع. زعل اختك ليه بس يا فهد؟ مفيش حاجه يابا، مفيش حاجه. حصل خير. يا فهد، يا فهد يا حبيبي، احنا ملناش غيركم وانتوا مالكوش غير بعض. طب فاكر اول مره عوض يشوفك في دار الايتام انت قلت له ايه؟ قلت له انا لازم اروح لاختي واجيبها، لا هي ليها غيري ولا انا ليا غيرها. جه عوض حكالي، يشهد ربنا حبكوا دخل جوه قلبي كده، وحسيت ان انتوا هديه ربنا وعوضوا ليا. اغزي الشيطان يا حبيبي، اغزي الشيطان وبلاش، احنا مش حمل ان انت تفارق حضننا تاني. ايوه يا ابني، وزي ما عدت السنين دي كلها وصبرت، هيجي اليوم اللي تعرف ترجع فيه حقك. لو عايز تاخد حقك فعلا يا فهد يبقى لازم تبقى اقوى من كل اللي ظلموك. ساعتها بس هتعرف تاخد حقك يا ابن ابوك.